السلام عليكم، صباح الخير عليكم. النهاردة بقى الصباح بتاعنا مختلف جدا. هنعمل مع بعض الأطباق اللي بتنزل على القلب كده على طول. يعني الأطباق دي مش هتنزل في المعدة، الأطباق دي بتنزل على القلب على طول. أطباق كده هتدفينا في الشتاء، وكمان أجمل تحلية ممكن تعمليها لولادك. بس قبل ما نبدأ بقى الوصفة بتاعتنا زي ما احنا متعودين كده، يا ريت بقى لو الفيديو عجبك ما تبخليش عليا تحط اللايك، ولو أول مرة تشوفي قناتي اشتراك حلو كده منك، ويا ريت بقى تفعلي الجرس علشان يوصلك اي حاجة بنزلها على القناة. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الرز بلبن الجميل التحفة اللي انت شايفاه ده. هيطلع معاكي كريمي زي بتاع المحلات بالظبط. يعني كل تكات المحلات هقولها لك النهاردة معايا في الفيديو. يعني كده اتبع معايا الفيديو للآخر علشان تشوفي كل التفاصيل. تعالي بقى كده بسرعة نشوف المقادير وطريقة التحضير. جهزي بقى حلتك على النار. معايا كوباية من الرز انا غسلاها ونقعاها حوالي 10 دقايق. يعني الكوباية ما كانتش مليانة كده، وانا بعايرها بعد ما اتبلت واتنقعت 10 دقايق كده الحجم بتاعها زاد. يعني وانتي بتعايريها الكوباية بتكون مسح. هحط عليها بقى شوية مية كده وهسيبها تغلي على البوتاجاز. عاوزين نسوي الرز بتاعنا النهاردة 90%. يعني تتكي على حباية الرز كده تلاقيها يعني ناقصة سيكة كده وتكون هتستوى خالص. لو احتاج منك ميه وهو بيستوي كده على النار هتضيفي له الميه لحد ما تحصلي على القوام دوت. وكمان تكون تسويه الحبايه زي ما احنا قلنا. دلوقتي بقى هضيف عليه كيلو من اللبن. يعني كوبايه الرز اخدت معايا كيلو من اللبن. انا بس كده فاضل معايا شويه، هقلب بس الرز كده وبعدين هضيف باقي كميه اللبن. يفضل طبعا اللبن اللي انت هتستخدميه يكون بخيره، يعني ويكون كده من مصدر موثوق فيه. لو هتجيبيه سايب، اما لو هتجيبيه مغلف الاكياس برضو بتكون طعمها كويس جدا. هقلب بقى الرز كويس وهسيبه كده يغلي على النار. خلاص الرز بدأ معايا بيغلي كده، بضيف عليه كوباية من السكر. يعني الكوباية بتاعتي دي بالكوباية المعيارية اخدت حوالي 5 معالق ونص كبار من السكر. والسكر طبعا بيكون حسب الرغبة. يعني لو حابة تسكريه شوية زيادة او تقللي السكر بتاعه، ده بيكون حسب برضو الرغبة. هقلب بقى السكر بتاعي كده مع اللبن مع الرز لحد ما السكر يدوب تماما. معايا بقى المكون اللي هيخلي الرز معايا كريمي كده وحلو. معايا كوباية برضو من الكريم شانتيه. الكريم شانتيه ده انا بجيبه سايب من عند بتاع مستلزمات الحلويات. ممكن بقى تضيفي له كيس من اللي هو المغلف الجاهز ده، مفيش اي مشكلة. بس كل ما بتزودي الكمية بتاعة الكريم شانتيه هيديكي نتيجة كريمية اكتر. يعني انا في الوصفة دي مش هضيف اي قشطة او اي زبدة في قلب الوصفة. هدوب بقى الكريم شانتيه كده، مفيش اي مشكلة لما بنحطه وهو ساخن. قلبيه بس كويس كده وهيدوب معاكي على طول. بسيبه بس يغلي كده دقيقتين، وبعد كده بجهز 4 معالق من المية. حطيت عليهم معلقتين كبار من النشا. النشا دوت هيربط لي الخليط بتاعي، وكمان هيضيف على الرز بلبن بتاعي، هيضيف طعم برضو كريمي معاه، وكمان لونه هيكون ابيض جدا. يعني النشا مهم جدا في الوصفة بتاعتنا النهاردة. هدوبهم كويس، اهم حاجة ندوب النشا كويس علشان ما ينزلش على الساخن ويتكتل معايا. المية اللي انا بدوب فيها النشا بتكون مية ساقعة من الحنفية عادية خالص. هنزل بقى على الرز ومعايا المضرب في ايدي التانية. بنكون مهدين النار وبنقلب على طول بالمضرب. النشا لو ما قلبتهوش على طول هيتكتل منك في قلب اللبن. اول دقيقة كده بقلبه كويس، وبعدين بسيبه بقى يغلي غلوتين كده مع الرز واللبن.
مش عاوزين طعم النشا يبان في قلب الرز بتاعنا، هنسيبه بس كده يغلي كده ويبقبق في الحلة. حابة بقى تضيفي قشطة مفيش اي مشكلة. بصي بقى الشكل بتاعه والقوام كمان، هو لسه ساخن دلوقتي، فلما يبرد هيتماسك معانا. خلاص كده بقى هناخده في الاطباق وهو ساخن، يعني بنقدمه كده في قلب الاطباق بتغرفيه وهو ساخن. بصي بقى القوام بتاعه، يعني انا ما عنديش اي مشكلة اكله وهو ساخن بالشكل ده. يعني الرز بتاعنا يا جماعة والله تحفة وجميل جدا، اجمل من الجاهز اللي انت بتشتريه من بره. اتمنى بقى ان انت تجربي الوصفة وتكتبي لي رأيك في التعليقات. يعني كوباية الرز اللي انا حطيتها عملت معايا كمية محترمة جدا، يعني عملت معايا 6 اطباق وكان في طبق كمان زيادة. ممكن بقى تقدميه بالشكل ده، او نزينه بقى كده وندلعه شوية زي المحلات. يعني دلوقتي المحلات بتقدمه باشكال مختلفة، وكمان اسعاره بتكون جامدة جدا. انتي بقى اعمليه في البيت وبافكار بسيطة جدا، والتكلفة مش هتتعدى الربع عن الجاهز اللي انت هتشتريه طبعا من بره. معايا بقى كده شوية من زبدة اللوتس دوبتهم في شوية مية، حطيت بسكوتة في النص ونزلت بقى عليهم كده بزبدة اللوتس. جبت كيس من البسكوت بتاع الاوريو، حطيت بسكوتة في النص، وكمان هرست كام بسكوتة كده، شلت الطبقة اللي هي البيضة اللي في النص وهرست الباقي. وهبتدي بقى ان انا اضيفه كده على الرز بتاعنا. يعني كده هنعمل اشكال مختلفة. معايا بقى شوية مكسرات حطيتهم على الوش، وهضيف عليهم نص كريزاية كده تكسر اللون. بالنسبة للطبق التاني بتاع بسكوت الأوريو، هضيف على النص التاني هضيف عليه صوص شوكولاتة جاهز. بيبقى طبعا العلب اللي هي الجاهزة دي بتتباع في أي محل مستلزمات الحلويات، بتبقى صوصات كده جاهزة. ممكن يعني تضيفي كمان صوص فراولة أو تضيفي صوص اللي هو بتاع المانجا، يعني أي صوص كده بتفضليه أو ولادك بيحبوه تقدري تضيفيه على الرز بلبن. ممكن كمان لو عندك شوية كده من البسبوسة تضيفيهم على الوش. يعني مش قادرة اقولك ان الاطباق دي بتتباع باسعار خيالية دلوقتي. حابة بقى ان انتي تعملي الشكل اللي هو الوش المكرمش، هتغطي الوش بتاعه بكيس بلاستيك او اللي هو الاسترتش بتاع المطبخ وهتدخليه التلاجة. تاني يوم هتشيلي الكيس هتلاقي الوش بتاعه مكرمش بالشكل اللي انتي بتشوفيه. لكن بالنسبة لي الاشكال دي اجمل بكتير. اتمنى بقى ان انتي تجربيها. الطعم بتاعه هيطلع معاكي كريمي من اول معلقة بتاكليه لاخر معلقة. ودلوقتي هوريكي في اخر الفيديو الشكل بتاعه من تحت عامل ايه. احنا كده النهاردة خلصنا الوصفة بتاعتنا ان شاء الله. استنيني بقى الفيديو اللي جاي، هنعمل مع بعض وصفات كتير حلوة ان شاء الله تعجبك. وكل المقادير اللي انا استخدمتها النهاردة ان شاء الله هسيبها لك في صندوق الوصف زي ما احنا متعودين. بصي بقى الجمال واللون بتاعه مفيش بعد كده. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.